بواقع جديد. لحظة حلم الواقع الجديد دوت هو اللي يؤدي إلى تضافر قوى المجتمع عشان نصل إلى الحلم ده. لكن أعقب لحظة الميلاد لحظة استقطاب علشان مين اللي يمسك الثورة. وظن البعض إن هو لو مسك الثورة سيستطيع أن يصل بالناس إلى الصح، وإن هو كل لما يمسك أكتر كل ما هيوصل الناس للصح اللي هو عارفه ومتيقن فيه، في حين إن مسك السلطة لا يوصل الناس إلى الصح. لكن إحياء الشعب وإحياء الشباب وتمكينه ورابطته ورابطة طوائف المجتمع هو اللي يؤدي أن تنهض هذه الأمة، مش بالسلطة. عندنا في الليدرشيب بيسموا حاجة اسمها ليدرشيب باي انفلونس. مش ان انت لازم تكون الرئيس، لكن انك تستطيع ان تؤثر في الناس كلها من غير ما تكون الرئيس. لكن الابويه اللي كان بيتكلم عنها الباشمهندس برهان، الابويه هي اللي خلتنا نفتكر ان اللي فوق هو اللي يستطيع ان يغير. لا يستطيع. من اجل ذلك الحلول التربويه طويله الامد ليست بشيء قريب الى الذهن. يعني انا فاكر استاذنا الدكتور ايمن الغايش من واحنا عيال صغيره، يعني في الجامعه يعني كان بيقول لنا ان من علامات الاخلاص انك تفعل الفعل ولا تبالي ظهرت الثمره بتاعته على يديك ام لم تظهر. فانت الفكره بالنسبه لك انك تشتغل، مش الفكره بالنسبه لك انك لازم تتحكم، وبذلك هذا التحكم سيصل. لو اشتغلت وربيت هو ده اللي هيؤدي الى ان هو يصل. فلما نتكلم على تمكين الشباب هو اولا ترك الشباب، ترك الشباب ان يتعلم وان يخطئ، ترك الشباب في ان يعمل، المهم ان يعمل وعدم تعييره. تمكين الشباب مفهوم للاسف بالنسبه لنا لو هنمكن الشباب يبقى نعمل له مؤسسه ونمسك له يمسك حاجه، ده مش تمكين للشباب. دكتور رفاعي كان بيشتغل معانا في التنميه على الارض طول عمره يعني، واستعين بيه ويجي يشيلني، ويعني ما رحتلوش شلته قبل كده، بس يعني بقى كده وكده. فكان يجي يشيلني وكان يشتغل معايا وكده. ولما تولى المنصب كنت بشوفه يقارب ان يبكي من هذا الابتلاء، ويناشدنا ان احنا نيجي معاه نسنده. ودوت فكرني ومعلش يا فضيلة الشيخ يعني هتكلم في الدين وكده عشان برضو يعني انت عارف سيدنا عمر بن الخطاب لما كان جالس معاه صحابته قال لهم تمنوا، فاللي تمنى ان يكون عنده مثل جبل احد وينفقه، واللي عنده كذا واللي عنده كذا وينفقه في سبيل الله. فسيدنا عمر تمنى ان يكون ملء هذا البيت رجال مثل سيدنا ابو عبيده بن الجراح يستطيع ان يبني بهم الامم، بشر. ففي الاخر تنهض الامه بالبشر، لا تنهض الأمة باختلال ميزان المدفوعات، لا تنهض الأمة بالاقتصاد، لا تنهض الأمة إلا بالبشر وإلا ببناء الإنسان. نقطة البدء في بناء أي أمة هو في بناء الإنسان. لبناء هذا الإنسان يجب أن يكون الإنسان قادراً على الحلم. أول شيء لهذا الإنسان أن يكون قادراً على الحلم، قادراً على أن يكتشف قدراته في هذا الحلم، أن تكون له بيئة تمكنه أن يعمل من ذلك. أنا قاعد هنا وأساتذتي من أول الشيخ جمال لغاية دكتورة نادية في الآخر، دول كلهم كنت بتربى عليهم وعلى أيديهم، وشكرا للثورة اللي خلت أمثالنا يقعدوا وأساتذتنا يسمعوا إلينا. فدول كان عندهم قيمة إن هم من قبل الثورة صحيح. فهذه القيمة، هذه القيمة إن يكون في مربيين، لكن هؤلاء المربيين مش بيربيك عشان تشتغل عنده، بيربيك عشان تتركك وأحيانا تقود. وتيجي تقول له يا دكتورة نادية أنا عايز أعمل دورة عن كذا وكذا، وهو يلبي لك ويهيئ لك هذا الأمر. التمكين في إنك تهيئ بيئة، مش إن أنت تقول له تعمل إيه. فعندنا في الفلاحين في حاجة اسمها ترومبة بتطلع مية، لو ما بتيجي بالليل تيجي تصحى تاني يوم ما تلاقيش فيها المية دهيت عشان تطلع، بنعمل ايه؟ حط فيها شوية مية، بنحط شوية مية تقوم مطلعة المية اللي جواها. شوية المية دول لو انت عايز تعمل حاجة، ده جزء التمكين اللي انت ممكن تعمله. انت الشباب مش هتقدر ترويه طول الوقت، لكن هو عنده المية بتاعته اللي جواه ممكن ما تبقاش موجودة، انت محتاج تديله شوية مية عشان يكتشف المية اللي عنده.
لو اكتشف المية اللي عنده هيسمى في التنمية عندنا ده فعل مستدام، لأنه لقى الحاجة اللي عنده واستطاع ان هو يستديمها. انت مش بتدور له على الحل الصح، انت بتساعده ان هو يكتشف لنفسه الحلول. تمكين الشباب هو في توفير بيئة يكتشف لنفسه الحلول، يستطيع من خلالها ان هو ينجز، ومسموح له ان يخطأ لكن مش مسموح له انه يمتهن. مسموح له انه يخطأ، وان الخطأ يعلمه على الوقوف. الوقوف هذا النجاح البسيط يخلق عنده الثقة في ان هو يستطيع ان يكمل. دي تربية ودي فترة طويلة المدى، لكن هذا هو الحل الوحيد لنشأة جيل يستطيع ان يتحمل هذا الامر، يستطيع ان يستعيد الحلم، يستطيع ان يستعيد القدرة في الذات، يستطيع ان يجرب، يستطيع ان يهيئ الاخر، يستطيع ان يتقبل اخطاء الاخرين ولا يعتبرها سبة، ويستطيع ان يعلي من قائمة قيم معينة غير متوفرة لا تتأتى إلا من خلال التعايش في جو معين من القيم. هذه المساحة من العمل لم تكن موجودة. مساحة العمل الذي أنا كنت بروح لجمعيات فيها ناس كبار في السن يقولوا إحنا الجمعية خربانة، يعني مش خربانة، الجمعية ما فيش حد بيجي وتعالى ساعدنا نعمل الكلام دوت. فاجي واجيب شوية شباب وهنعمل لكم حاجات، الله ده جميل قوي، وبعدين يبتدوا يكتشفوا إن الشباب ابتدى يأخذ أدوار وبعدين هيكون له كلمة. عند هذا الأمر يتوقف العمل، لأن لازم ترجع لمجلس الإدارة ولازم إحنا اللي نقول الحاجات. لن تستطيع أمة أن تنهض بشبابها إلا إذا أتاحت لهم العمل وأتاحت لهم التعلم من خلال العمل. يجب أن يعمل ثم يعود إلى الفصول ليكتشف الحلول، مش إن إحنا ندجنه بمعلومات عشان بعد كده قدام يبقى يكتشف يعمل إيه. لابد أن يعطى المسؤولية. إذا أردتم أن تمكنوا الشباب لابد أن يعطى المسؤولية. المسؤولية والتجربة هي التي تجعله قادر على أن يأتي بهذا العمل. أنا بأعزي كل الأخطاء اللي موجودة حاليا بأن احنا كنا بنشتغل تحت الأرض وأن احنا شبه استوينا من بره، لكن كل الأمراض على رأي أستاذنا الدكتور حامد المصري كان يتحدث دائما على أن مشكلة التنمية هي في عاهات التنمية. عاهات التنمية هي كل ما تحدثت عنه أستاذة نجوان والباشمهندس وائل كان بيتكلم عليه من الإيجو ومن الشخصنة. فكل هذه الأشياء تحتاج إلى أن احنا نتعلم كيف نحدث تنمية بالمواطنة، باستعادة هذا الوطن، ومواطنة بالتنمية، أن نعمل كمواطنين في تنمية هذا البلد، نستعيد الحلم. من أجل ذلك كان المؤتمر المصري بالنسبة لي هو أول بادرة إلى أن احنا نتخطى الحزبية ونتخطى الاستقطاب ونتخطى انتظار من الحزب الذي سيحكم. من سينهض بمصر هم جميع طوائف مصر. من أجل ذلك يجب أن نجتمع على أن احنا نحلم بشيء ونحاول تحقيق هذا الشيء ونتضافر على هذا الشيء ونتعلم منه، ولا نتعجل في أن تأتي ثمرته في ناتج، ولكن تأتي ثمرته في التحام هذا الوطن، وبهذا ينهض الوطن. شكرا جزيلا.